السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا طيبين، إن شاء الله تكونوا بخير جميعكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. آه لكل الإخوة والأخوات في داخل السودان وفي خارج السودان، أتمنىكم إن شاء الله تكونوا طيبين، وربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية. أي ذول بيجي خاش البث المباشر ده، إن شاء الله يدينا شير ولايك على السريع عشان نبدأ نتكلم إن شاء الله. أي ذول بيجي خاش البث المباشر، شير لايك. حبابكم أخ إبراهيم، سامية، عبد الله، كل الناس اللي بتيجي في البث المباشر، تحية لكم، ربنا يديكم الصحة والعافية. طيب يا جماعة، أنا والله عندي كلام ضروري وسريع جدا عايز أقوله، فأتمنى إنه أي زول بيجي خاش البث المباشر شير لايك ضروري جدا. حباب الياس نور، والله مرحب بكم، والله كلكم، والله على الراس وعلى العين وعلى محمد حبابك، والله حباب أحمد. تحية لكم، تحية لكم كلكم. خالد حبابك، والله محمد أنور، الله حبابك. سريع يا جماعة. سفيان مرحب بك، والله بابكر، خضر، رنيم، على أبو ريدة، حبابك، والله الله يديك العافية. محمد أنور كل الحب، والله. رياض، عثمان عبد الوهاب، أبو آمنة. يا جماعة، الناس اللي ما بذكر اسمهم ما معناه انه ما دار اذكر اسمهم، بس بكون ما شفته، والله. هشام، مجتبى، وعثمان، عثمان محمد إبراهيم، محمد مدني، نهل الملك، إسماعيل، سامي الفاضل، ودلمك حبابك، والله شير على السريع. جدع أماني، مرحب بيك والله. طيب يا جماعة، أرحكم ما زلنا يا جماعة. آخر لايف طلعناه يا جماعة طبعا قد عضلت الحصل ذاك، والله في الجغم، يعني الجغم عديل الضرب. يعني مرحب بيك مصطفى المكاشفي، قدورة، صندل العربي، حبيبي والله يا جماعة. الناس تعمل شير سريع، وما تهتموا بالجنجويت ولا قحاطتهم، ولا يعني الناس اللي بتعلق التعليقات بتاعت المليشة ما تهتموا بهم يا جماعة. والله أنا بس الأيام الماضية دي تعبان شوية، لكن إن شاء الله حقبل عليهم في الصفحة دي يا أخواننا، ما أخلي فيهم ولا نفاخ النار. طيب أرحكم يا جماعة، والله يا أخي في حاجة كده ما طبيعية قاعد تحصل في اللايفات بتاعتنا، ما عارف أنا براي ولا كل الأخوان، ما عارف، لكن بتكون في إشكالية بتاعت عدم انتشار بس مكبل، يعني البث بيكون فيه إشكالية. طيب يا جماعة خلونا نبدأ. طيب الناس تعمل شير، أي زول بيجي خاش البث المباشر ده يعمل شير. طيب تحية لكم. اليوم 26 شهر 4، 26/4/2025.
الرحمة والمغفرة على أرواح الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى. نسأل الله أنه يتقبل شهدانا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جرحانا وأن يعم الأمن والأمان كل ربوع الوطن العزيز السودان. الإخوة والأخوات السودانيين، إن شاء الله تكونوا طيبين رغم الأوجاع، رغم الشيء قاعد يمر به الوطن. أتمنى أنكم إن شاء الله جميعكم تكونوا بخير وفي صحة تامة بإذن الله تعالى. طيب، أنا والله حقول بكل صدق، مما بدت المعركة ومتابعتنا لكل البيانات اللي بتصدر من السيد القائد العام ومن الجميع، متابعين الأحداث وحدي ورا وحدي، لكن لم أرى أجمل من الخطاب بتاع السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان حق الليلة اليوم ده. والله خطاب كان شافي وكان وافي واشتغل شغل جميل، وكان بلسم على كل الجراح بتاعت السودانيين، وكان عملية بتاع التهديد بطريقة واضحة لكل الدول الساندت وساعدت الميليشيا بتاعت الجنجويد، وكان رعب على صدور ميليشيات الجنجويد جميعهم ومن عاونهم. فأنا والله من هنا بقول التحية والتقدير، تحية وتقدير للسيد القائد العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لأنه الليلة اليوم ده أنا كان بالنسبة لي من أجمل ومن أفضل الخطابات المرت طيلة فترة المعركة دي وطيلة فترة الحرب دي، يا هو الخطاب بتاع الليلة اليوم ده. لكن قبل ما نخش في تفاصيل الخطاب، عايز أقول لكل الأخوان والأخوات الموجودين هنا، حقيقة إن القوات المسلحة انتصرت، وهذه حقيقة لم ينكرها أي كان. وحنتكلم عن الموقف العملياتي، وحنتكلم عن مسار العمل العملياتي اللي اتخذته ميليشيات الجنجويد بحرب المسيرات. والجميع يعرف تماما إنه الميليشيا ما بتخلي السودان يستقر، وما تفتكر إنه الآن الميليشيا إذا تواجدها على مستوى دارفور أو سيطرتها على دارفور تماما، ما تفتكر إنك أنت سواء كان في كردفان أو في الجزيرة أو في أي مكان في السودان حتكون في استقرار. ما حتستقر. لكن أنا حبشر كل أبناء وبنات الشعب السوداني بأن القوات المسلحة ماضية في عمل العسكري، وماضية في تكتيك الاستراتيجي، وماضية في إنها تحرر كل شبر من أرض السودان، كل شبر من أرض الوطن. القوات المسلحة مستمرة ومتقدمة على أساس إنها تحرر أرض السودان، ولا عزاء لدعاة الفتنة اللي بيحاولوا الآن يقولوا لك يا أخي إنه خلوا المشتركة تمشي دارفور، خلوا فلان يمشي يحرر المنطقة الفلانية، خلوا، ولا عزاء لهؤلاء الصعاليك والمرتزقة. احنا بالنسبة لنا ديل زيهم زي الميليشيا واحد. فأنا أبشركم إنه القوات المسلحة مع القوات المشتركة مع الدراعة مع البراؤون مع الجميع، الناس دي كلهم على قلب رجل واحد، ومستمرين على أساس إنه تتحرر كل شبر من أرض الوطن العزيز السودان. الليلة اليوم ده عندنا معلومات بتفيد إنه هذا المعتوه المدعو السافنة كان في مناطق شمال كردفان اللي هو جاء من اتجاهات دارفور، ومعاه ما يقارب 200 وحاجة عربية. وصلتنا المعلومات دي، والمعلومات دي سبحان الله لما وصلتنا وحاولنا انه نوصل الرسالة لقيادة القوات المسلحة او للقوات المسلحة، لقينا انه القوات المسلحة مش لها علم، بل متابعة تحركات المدعو السافنة مما طلع هذا المدعو السافنة مما طلع من مستريح، عفوا من نيالا او من اتجاه شمال دارفور. والله لقينا انه القوات المسلحة متابعة وبتدقوا بالدقيقة لحد ما وصل كردفان، لحد ما وصل مناطق اتجاهاتهم بادر. والمناطق دي القوات المسلحة كان لها علم كبير جدا جدا بتواجده. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للناس اللي بتقول لنا انه يا اخي وصلوا المعلومة، والله لقينا القوات المسلحة عندها معلومة. والسافنة ده ما من الرجال اللي اساسا بيثبتوا عشان الناس تعرف، لا هو لا برشم ولا غيره. الان في اتجاهات غرب كردفان ككل او في كردفان كلها. تخيل الميليشيا الان بتعتمد على منو؟ بتعتمد على برشم. عليك دينك وايمانك، انتصرنا ولا ما انتصرنا؟ قول لي انتصرنا ولا ما انتصرنا لما نجي نعرف تماما انه ميليشيات الجنجويد
اللي كانت بتقول أنا وبتجي بتهاجم المدرعات بأكثر من 1000 سيارة، وبتجي بتهاجم القيادة العامة ب1000 وحاجة عربية، الليلة على مستوى كردفان كلها بتعتمد اعتماد كلي على منو؟ تخيل، بتعتمد اعتماد كلي على منو؟ لبرشم فطومة، برشم اللي بيغني في طينة، برشم اللي ما بعرف يطلع 3 كلمات مع بعض، برشم اللي طلع قبل يومين، والله لفظي أنا ما بقدر أقول، أقسم بالله العظيم، اللي طلع قبل يومين كان بيقول شنو؟ قال نحن والحركة الشعبية، مع احترامنا لكل الأخوات، لكن ده خطاباته، دي خطابات الميليشيا أنا حقولها. قال نحن والحركة الشعبية جعبة واحدة في سروال، والله العظيم، أقسم بالله العظيم، بالله عليكم، بالله عليكم، تخيل إنه البني آدم دي شكلية بتاعت قيادات الميليشيا تقول لي ما انتصرنا؟ ها؟ دي الشكل بتاع قيادات الميليشيا بتاعت الجنجويد على مستوى وين؟ مستوى كردفان، وفي كردفان غربي كردفان. دي العقلية اللي بتدير الميليشيا او بتقود ميليشيات الجنجويد. قال شنو؟ قال والله نحن والحركة الشعبية جعبة واحدة في سروال. يا اخوانا عليك دينكم وايمانكم، كده رايكم شنو في الكلام؟ دي العقلية الآن الموجودة اللي هي بتدير بها ميليشيات الجنجويد المعركة، أمثال برشا وأمثال ماكن، وأمثال السافنة اللي بيعرض اللي بيقدم العيال وبينسحبوا المكرجك. دي العقلية الآن اللي بتدير بها المعركة، وتقول لي ما انتصرنا يا عزيز الفاضل؟ تقول لي ما انتصرنا؟ أقسم بالله انتصرنا. في انتصار أكبر مما إنه يكون في واحد بيطلع بقول لك يا أخي نحن يعني مع الكلام ده في محتواه شنو بالنسبة للناس اللي لازم استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، والله العظيم، والله يا أخي، يا أخي أنا بعتذر للأخوات وللأخوان ولأبهاتنا وخالاتنا وعماتنا الموجودين، لكن أنا دار أوضح حاجة معينة في خطاب هذا المعتوه اللي اسمه برشم. بيطلع بيقول لك قال شنو؟ قال نحن والحركة الشعبية. شوف، وده بيأكد لك تماما تورط الحركة الشعبية مع ميليشيات الجنجود في قتل أهلنا في جنوب كردفان. قال نحن والحركة الشعبية جعبة واحدة في سروال. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي واحدة من العقليات اللي بتدير بها ميليشيات الجنجويد المعركة. كلام برشم خلونا منه إنه العقلية اللي بتدير بها المعركة، لكن ده بيأكد تورط الحركة الشعبية جناح الحلو على مستوى جنوب كردفان، عمليات الإبادات الجماعية وعمليات القتل اللي قاعد تحصل لأهلنا في جنوب كردفان، سواء كان في الدلنج، في كادوغلي، في وين في وين في وين في وين، كلها واحدة من أسبابها. ده بيأكد لك تماما إنه الحركة الشعبية جناح الحلو هي السبب الرئيسي، وهي عدو بالنسبة للشعب السوداني وعدو بالنسبة للقوات المسلحة، عدو بالنسبة للشعب السوداني وعدو بالنسبة للقوات المسلحة. طيب السافرنا يا اخواننا جاء مشى اتجاه غرب كردفان، سايق له عيال سايقهم مع. طبعا انا بوجه الرسالة دي اليوم، اقسم بالله العظيم مما بدت المعركة لم يخد السافرنا معركة واحدة، ما دخل معركة واحدة، وقد يكون ما أطلق ولا 10 رصاصات. شفتوا 10 طلق؟ السافرنا ما ضربن. بيقدم العيال، بيقدم العيال بقول لهم يلا، بيشجعهم بخطاباته ومشيته بتاعت الكرجة كلها ديك زي الزول اللي قالوا الأفيل عداك اللي بيجي بهدم الكعبة، والله هو ده أسوأ منه. بيقدم العيال بقول لهم يلا اركبوا وبلهم لكم. ده قاعد يحصل من السافرنا. فأنا أبشر الناس، الحاجة اللي لازم الناس تعرفها يا اخواننا، الناس تعمل شير. انا احكم زول بيجينا خش البث المباشر ده يدينا شر ان القوات المسلحة دي انتصرت. طيب نجي للشغل الكبير اللي قايمه به القوات المسلحة اتجاه دارفور، وان القوات المسلحة يوم امس او قبله الحصل شنو؟ هاجمت الميليشيا بتاعت الجنجويد الفاشر من محورين بحكاية بتاعت 280 عربية من محورين. هاجمت الميليشيا تحت الجنجويد، بالإضافة للمحور الثالث الأساسا ثابتة فوقه المحور بتاع معسكر زمزم اللي متواجدة فوقه ميليشيات الجنجويد. وكان في الهجوم ده تواجد لعبد الرحيم دقلو على بعد حكاية بتاعت أقل من 40 كيلو اللي هو موجود فيها. قدم الجماعة على أساس إنه شنو؟ يمشوا يهاجموا، والقوة الأخيرة جات هاجمت الفاشر دي
عشان انا اقول الكلام ده لكل الناس لازم تعرف القوة من ميليشيات الجنجويد جات هاجمت الفاشر اخيرا دي القوة يا اخواننا كانت مرتكزة عليها ارتكاز كبير جدا الميليشيا بتاعت الجنجويد انها تسقط الفاشر. وفيها مرتزقة جايبينهم من تشاد ومن قبائل معينة انا لو شئت قلت عليكم، لكن ما في داعي. من افريقيا الوسطى، من منطقة بانجي من العاصمة بانجي نفسها، في حكاية بتاعت 170 من بانجي، ومن تشاد نفسها، كويس معك، ومرتزقة من النيجر. ده في الهجوم الأخير. الهجوم ده كان أكبر هجوم بالنسبة للميليشيا في الشهور الأخيرة، في الشهرين الأخير أكبر هجوم للميليشيا كان في الشهور الأخيرة دي. الهجوم الأخير اللي حصل على مستوى الفاشل الحصل فيه شنو؟ الحصل شنو؟ الميليشيا هاجمت ودخلت مواقع معينة جوا. اسمع كلامي ده كويس انا بقوله لك، جوا. لكن ده كان عملية بتاع التكتيك من الفرقة السادسة والقوات المشتركة وقدام المحاربين الموجودين داخل الفاشر والميارم الحاملات السلاح الشغالات الشغل الكبير ده. دخلت الميليشيا وافتكروا انه بعمليات التدوين. الميليشيا قبل ما تجي تخش، قبل ما تخش دونت يا اخوان، دونت الفاشر دي تدوين ثقيل جدا جدا. دونتهم بحكايه بتاعت اكثر من 9 مدافع شغاله عمليه بتاعت تدوين للفاشر دي من كل الاتجاهات. دونت الفاشر. بعد التدوين مباشره ب5 ساعات جات الميليشيا العمليه بتاعت هجوم، دخلت لمواقع معينه. يفتكروا انه مساله التدوين دي يا اخواننا نهت المقاتلين ونهت 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 ونهت. جا داخلي الشفاته في الفرقه السادسه مع القوات المشتركه مع البيارم مع قدام المحاربين في الفاشر، اشتغلوا فيهم عمليه بتاعت ده اسمه السودان قفل، وكمشون خطهم في عمليه بتاعت كماشه داخليه. يا اخواننا المعركه مستمره حكايه بتاع 7 ساعات. 7 ساعات. لما نجي نتكلم في المساله دي بالنسبه لنا مهمه جدا جدا. 7 ساعات استمراريه المعركه. عشان انا داير اقول حاجه من الكلام ده. ناس في داخل الفاشر لا في طيران قاعد يجوم اسقاط مظله، ركز معي كويس في الكلام ده. لا في عمليه بتاعت امداد، لا في اسقاط مظلي، لا في ما في. تخيل كميه الصمود الصمودو اهن على مستوى الفاشر. حتجيني تقول لي ديل كيف قدروا يصمتوا طيله الفتره الزمنيه الطويله دي كلها؟ لا عندهم امداد ولا عندهم ذخيره، ما عندهم اي شيء، مش ما عندهم اي عمليه بتاعت امداد ولا في اي حاجه بتجي. عشان كده نحن دائما وابدا بنقول انه المعركه دي يا اخواننا ماشيه بدعواتكم انتوا كامهاتنا وابهاتنا، وثقه القوات المسلحه وثقتنا نحن كابناء الشعب السوداني في الله سبحانه وتعالى في قواتنا المسلحه. واحده من الاسباب الرئيسيه انه المعركه دي واهلنا في الفاشر وصمود اهلنا في الفاشر بياكدوا لك انه 2 من الحصار وما زالت القوات الموجوده دي منتصره على هذه الميليشيا بتاعت الجنجويد، وانتصار كبير جدا جدا. الميليشيا لما دخلت وافتكروا تماما انه خلاص الموضوع ده بالنسبه لهم انقضى، طلعت القوة المشتركة مع القوات المسلحة مع قدام المحاربين مع الجميع ولموا في الميليشيا. والله يا اخواننا انا الفيديوهات بتاعت الفطايز دي والله ما بحب لانها بتكفل الصفحات، لكن والذي بعث محمد بالحق نبيا ما فعلته القوات المسلحة مع القوة المشتركة في الفاشر في الهجوم الاخير ده، والله ده مش يدرس. ده اكبر عملية بتاعت تكتيك ممكن تكون لمهاجمة عسكرية او لتكتيك عسكري حصل على مستوى العالم. قامت به القوات المشتركة مع القوات المسلحة ومع قدام المحاربين على مستوى الفاشر، وطبقته بحذافيره في ميليشيات الجنجويد. جقمت منهم ما جقمت، استلمت منهم ما استلمت، دقت فيهم ما دقت، أثرت فيهم ما أثرت، وبقيتهم هربوا من محورين. اسمع الكلام، مش الفاشر كانت محاصرة، بقول لك الفاشر الميليشيا هربت من محورين. ما تبقى، ما بقول الميليشيا، ما تبقى من الميليشيا هرب من محورين. ولاحقتهم القوات المسلحة مع القوى المشتركة لمواقع معينة بالبعد، وكان سبب رئيسي في هروب عبد الرحيم دقلو كان السبب الرئيسي في عملية هروبه من النقطة اللي كان موجود فوقها لمواقع معينة على مستوى نيالا.
الحمد لله وذلك الفضل من الله إن القوات المسلحة مع القوى المشتركة بل عندهم بتماسكهم بتماسك المواطنين بالمقاومة الشعبية بالكتائب الموجودة على مستوى الفاجر، نحن بنقول لهم التحية لكم والله. لأنه والله الشيء اللي عملتوه طيلة الفترة دي الواحد مهما اتكلم عنه ما بوفيكم حقكم، لأنه ثبتوا وصمتوا ووقفتوا الوقفة الحقيقية، وإنتوا آخر نقطة بتاعت زي ما بقولوا شنو دفاع بالنسبة للدولة السودانية. طيب سير العمليات العسكرية والتحرك محرك الصياد، أنا بالنسبة لي الآن المتحرك ده ما الصياد فقط، اسمعوا الكلام ده كويس. الصياد ده يا اخواننا هو ذاته تقسم، الصياد ده A و B و C و D. انا على العموم الناس لازم تعرف قصة متحرك الصياد وتقسمه لثلاثة A B C D وين وين دي. انا ابشركم انه الضعين، ولما نقول الضعين ما بنقصد فوق قبيلة ولا بنقصد فوق مكون، بنقصد فيها الميليشيا بتاعت الجنجويد. واحد من متحركات الصياد خليه A B C ايا كان X Z ايا كان، بالنسبه له الضعين اصبحت في الرفرف. ركز معي كويس في الكلام ده. وكان سبب رئيسي في عمليات تخوف الميليشيا وخلاها انها تعمل عمليه بتاعت خندق. جابوا البوغلينات وبدوا يحطوا الضعين كلها بشنو بعمليه بتاعت خنادق. سبحان الله، كنا وين وبقينا وين؟ كنا وين وبقينا وين؟ ها؟ لما كنا في داخل المدرعات كانت الميليشيا بتجي لحد قدام المدرعات وبيطلعوا بيتبجحوا، جايين لكم فاعلين لكم سوينا لكم تركنا لكم سوينا لكم، ونحن بنهاجم وجايين لكم القرعه تقع على وين؟ تخيل الان نحن محاصرينهم في المواقع اللي هم بيدعوا انها دي مواقعهم، هي ما مواقعهم. محاصرينهم في مناطقهم، في مناطق بيدعوا انها مناطقهم، دي مناطقنا نحن، مناطق ابناء الشعب السوداني. الان القوات المسلحه محاصره الميليشيا بتاعت الجنجويد في دارفور، مش هي بتفتكر انها هي محاصره الفاشل. الان القوات المسلحه محاصره الميليشيا بتاعت الجنجويد اللي محاصره الفاشل، بل ومحاصره دارفور. والله زي ما اقول لكم الان عمليه بتاعت حصار الميليشيا اللي محاصره العامله فيها محاصره الفاشل. تقدم متحرك الصياد واحده من متحركات الصياد بالنسبه له الضعين في الرفرف. وتاني بالنسبه له الفاشل مساله سويعات. متحرك جهاز الامن، جهاز المخابرات العامه، درع السودان، البراؤون، المقاومه الشعبيه مشتركه، كده احسب في يدك الشهيده. كميه المتحركات اللي طلعت الان وشغاله وماشيه على دارفور على اساس انها تحرر كل المنطقه بتاعه دارفور. الحمد لله رب العالمين على نعمه تواجد هذه القوات الكبيره جدا جدا. الحمد لله على نعمه هذه القوات، والحمد لله على نعمه القوات المسلحه والمقاومه الشعبيه اللي موجوده الان واللي لا تكترث لكلام الصعاليك ولا المرتجي. الهدف يا اخوان تحرير كل شبر من ارض السودان. فانا ابشركم ان قواتكم المسلحه منتصره، واديناكم الادله، والقوات المسلحه ماشيه وماضيه في عمليه بتاعه تكتيكها وخطط الاستراتيجيه على اساس انها تحرر كل البلد دي من التواجد الميليشي. ده جانب. الجانب المهم والجانب الكويس جدا في الامر الجاي، اي زول موجود على مستوى البث المباشر 2000 شير سريع. طيب عندنا كلام كثير كنا قاعدين بنعيده وبنكرره في الايام المضت دي. الليله جاء السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان اكد عليه، بل قالوا بحذافيره كلام طلعنا كنا بنقوله لكم هنا، قلنا انا اقسمت على الحاجه دي. جاء السيد القائد العام الليله اكد عليها، قال عليكم عديل، ما فضل لي يقول لك فلان يا قلت الكلام ده اللي هي شنو؟ عارف انه الليل امس المسيرات الاستراتيجيه اللي اشترتها ميليشيا الجنجويد واللي جابتها ليها دوله الامارات. مسيره استراتيجيه معنى شنو؟ مسيره استراتيجيه دي يا اخواننا اول حاجه الناس لازم تعرف انه المسيره الاستراتيجيه اللي بتجي بتضرب دي قيمتها فوق ال5 مليون دولار. انا ما فارقه معانا قصه انه تكون ان شاء الله تكون ب100، ما بيفرق، لكن انا داير اوري الناس نموذج لحاجه معينه من الكلام اللي حقوله ده. ب5 مليون دولار بتشيل 3 مغزوفات،
بتجيب في اعلى، علوها اعلى من العمليه بتاعت الطائرات العاديه، بتجيب وبتثبت وبتضرب اهدافها. طيب المسيرات دي يا اخواننا ما بتتادى لاي اتجاهات زي، بل هي احدث من البريكدار. اسمع كلامي ده كويس، احدث من البريكدار. ما بتتادى لاي ميليشيا، بتتادى لعمليه بتاعت اتفاقيات دول. بمعنى انه انت الليله مثلا زمان كانت في اتجاهات معينه، بوكو حرام والى اخره والتفاصيل، وحتى ابي احمد لما كانت المعركه في اثيوبيا، لما حصلت المعركه على مستوى اثيوبيا، ابي احمد عمل اتفاقيه مع منو؟ عمل اتفاقيه مع تركيا، ودوه بناء عليها البريكدار. طيب البريكدار ما بتتأدى الا وفق اتفاقيات معينه لنظام بتاع الدول. نفس الشيء الان المسيره الاستراتيجيه ومناطق تصنيعها والدول المصنعه عليها ما بتديها الا عبر اتفاقيات وحكومات رسميه. حتسال نفسك سؤال، بما انه باتفاقيات وحكومات رسميه، الميليشيا جابتها من وين؟ كلكم طبعا عارفين الاجابه. البريكدار، المسيرات الاستراتيجيه جات دي هي اساسا جايه لدوله الامارات، ومشتريها حكومه الامارات بقروشها من دولتين اشترتها حكومه الامارات بقروشه من دولتين، وجابتها دخلتها للميليشيا بتاعت الجنجويد اللي هي الان، وجزء منها اشترتها دوله الامارات لدوله تشاد. اسمع الكلام اللي بقوله لك ده، جزء منها اشترته دوله الامارات لنفسها، جابته لنفسها، ودته للميليشيا. الجزء الاخر دفعت قروشه، الصفقه اللي اتبرمت دوله حكومه تشاد هي الطرف المشتري، والحكومه الاخرى اكس هي الطرف البايع، لكن الدافع بالنسبه للقروش دوله الامارات، والقروش محوله من دبي. فهمت اللعب وين؟ بمعنى انه عشان دولة الشر ما تظهر في الصورة بتستخدم حكومات الدول، بتجيب تشاد ما ضعيفة حكومة ضعيفة بتمشي بتجيبها كمسمى، بتتم بيها الشغل حقها، تشتري بها السلاح اللي بيجي لميليشيات الجنجويد، عشان لما يتقبض في يد ميليشيات الجنجويد ما حيتقبض بانه السلاح ده اتباع لحكومة الامارات، حيتقبض انه السلاح ده اتباع لدولة تشاد، لكن الدافع الرسمي دولة الامارات بالنسبة للقروش. طيب المسيرات دي الان اللي بيتم استهداف بها ولاية الخرطوم او ولاية نهر النيل او اي كان، اخر ضربة كانت حصلت عملية بتاع الضربة لاهلنا في عطبرة يوم امس، وضربة كذلك على مستوى الخرطوم ضربة. اخواننا الليلة السيد القائد العام اكد على مسألة مهمة جدا، ده الكلام اللي كنا قاعدين نقوله. سارعت الدولة السودانية في عملية بتاعت اتفاق. يا اخواننا الكلام ده مهم جدا جدا، اي زول يعمل شير، لانه الكلام ده لازم اي سوداني يمتلك الحقيقة دي. اعملوا شير 2000 شير سريع. طيب لما تكون في جهة معادية لك في الطبيعي وعندها أسلحة أو أي طائرات بتضربك بيها، الطبيعي أنت كدولة بتسعى لشنو؟ حبيبنا ناصر برشلوني التحية ليك والله. أنت كحكومة الطبيعي بتسعى لأنه تجيب سلاح عشان تستخدم به شنو؟ على أساس إنه أنت تقدر تحمي به نفسك من العدوان الخارجي اللي على دولتك. ده اللي حصلت القوات المسلحة على المسألة دي في الشهور المضت. أي زول قاعد يتساءل نفسه سؤال، ليه ما دي دولة القوات المسلحة، ما الدولة السودانية ليه؟ هل هي ما قادرة؟ لا قادرة، قادرة. ليه القوات المسلحة أي زول بيتساءل إنه ليه ما جابت الدواء أو العلاج للمسيرات؟ كثير من الناس بتتساءل التساؤلات. طيب أنا جاي داير أجاوب لك، أنا جاي داير أجاوبك ليه؟
فعشان اجاوبك على الجزئيه دي انا دايرك عشان ما يتضرب البث ده اعمل شير. طيب المسيرات الاستراتيجيه اشترتها حكومه تشاد، حكومه دوله الشر، وافريقيا الوسطى. الدولتين تشاد وافريقيا الوسطى ديل ما محسوبات، لانه اصلا الشار الرئيسي دوله الامارات. من منو؟ من منو؟ اشتريت من دوله الامارات من منو؟ دي المفاجاه الكبيره، اشتريتي من الامريكان. والله انا زي ما اقول لك المسيرات الاستراتيجيه امريكيه، اللي اشترته دوله تشاد امريكي، واللي اشترته افريقيا الوسطى امريكا، وكله تم بموافقه ودب حكومه الامارات. هنا الكلام ده هنا حلو صح؟ اشتريتي؟ طيب انا خد نفسك مثلا عبد الفتاح البرهان رئيس الدوله السودانيه، الطبيعي انه شنو؟ بيمشي بيعمل اتفاقيات بحكم انه يا ده رئيس دوله ودي دوله بمكوناتها وبشعبها وتفاصيلها، بيمشي بيعمل اتفاقيات مع دول على اساس انه يجي يجيب المضاد للمسيرات الاستراتيجيه. يا اخوانا اي حاجه صنعت في الكون ده في الدنيا دي، اي حاجه صنعت عندها مضاد، بمعنى انه المسيره الاستراتيجيه الجهه الصنعتها دي عملت لها شنو؟ جهاز بتاع تشويش او مضاد بسقطها. معروف الكلام. طيب الطبيعي انه الدوله السودانيه تمشي تعمل عمليه بتاعت اتفاقيات مع منو؟ مع الدول على اساس انها تجيب المضادات. تفتكر انه وزير الدفاع ما مشى؟ ياسين ابراهيم. تفتكر انه منظومه الصناعات الدفاعيه بقياده الفريق مرغني ادريس، وانا من هنا بحييه سيد الفريق مرغني ادريس، بحييه تحيه كبيره جدا. تفتكر انه منظومه الصناعات الدفاعيه السودانيه ووزاره الدفاع ما سعت لإنها تعقد اتفاقيات على اساس انها تجيب السلاح المضاد للمسيرات الاستراتيجيه؟ ودي النقطه اللي انا دار اوضحها لك. قبل شهرين من الان، انا ما حوضح الدوله تحديدا عشان قبل شهرين من الان السيد وزير الدفاع معاه رئيس منظومه الصناعات الدفاعيه ومعاه وفد مشوا لدولتين، دوله اكس ودوله زد، انا ما حذكر. لما الكلام ده قبل شهرين تحديدا، لما حصلت العمليه بتاعت الضربه بتاع السدمروي الاولى، الضربه الاولى بالنسبه لسدمروي، تذكروا جا صلحوها المهندسين، الكلام ده كان عنده شهرين او شهرين وحاجه، الناس تتذكر الكلام ده. لما حصلت عمليات الضربه الميليشيا فكت مسيره استراتيجيه بالاضافه للمسيرات الانتحاريه. المسيرات الانتحاريه دي معاديه، بتحصل عمليه بتاع التشويش ده او ضرب، بتتضرب بتقع عادي، بتقع عادي. لكن المسيره الاستراتيجيه الضربه السدمري الضربه الاولى طوالي عقبتها عمليه بتاعت شنو؟ البعثه الدبلوماسيه السودانيه بقياده السيد وزير الدفاع مشت لدولتين، عقدوا معاهم عمليه بتاعت اتفاقيه على اساس انه يجيبوا المضاد بالنسبه لهذه المسيرات الاستراتيجيه. في دوله واحده وافقت وتم عديل، تم عديل، فضلت الا عمليه بتاعت شنو؟ الامضاءات والتفاصيل دي وتستلم. في اقل من 24 ساعه حصلت عمليه بتاع الزياره للشيطان بتاع دويلة الشر، اللي هو بتاع الاستخبارات بتاع دويلة الشر، لنفس مدير الاستخبارات بتاع الدوله اللي قاعده فيها القوات المسلحه. الشيء اللي بتدفعه القوات المسلحه هذه الدويلة بتدفعه اضعاف. في الشهر الاول زياره لدولتين، وفي الشهر ده حصلت عمليه بتاع الزياره كذلك لدولتين. 4 زيارات ل4 دول مختلفه، تقول بشموها شم، ب4 اتفاقيات فشلت. اسمع الكلام ده كويس، انا بقوله لك 4 دول مع 4 اتفاقيات، الفشلهم منو؟ فشلتهم دويلة الشر. وده بيأكد لك تماما انه ما زالت البلد دي فيها جواسيس موجودين. يا السيد القائد العام، سواء كان في مكتبك او في
مكتبك السيد الكباشي أو في مكتبك السيد ياسر العطا أو في مكتبك يا وزير الدفاع أو أي كان، ما زالوا الجواسيس موجودين. في جواسيس. وإلا عرفت كيف الدويلة بتاعت الشر إنك أنت مشيت قعدت في الدولة ديك؟ عرفت كيف؟ عرفت كيف إنك أنت بتمشي لثلاثة دول، ثلاثة دول بتعقد عملية بتاعت ثلاثة اتفاقيات، لما يتم الموافقة بتجي شيطان العرب المعروف بيجي يفشل عملية الاتفاقيات دي. ما تقول لي الدولة ديك نفسها هي الصليح للناس دي، نو نو، لا ده كلام فارغ. ما الدولة ديك، ما الدولة اللي انت بتمشي تشتري منها هي بتكون، لا ما هي. يبقى اذا انت في نصك في جاسوس، في جاسوس ما زال بيسرب المعلومات للخاين لدويلة الشر، في جاسوس. ما تقول لي، لانه في جاسوس، في جواسيس ما زالوا. انا ده ما موضوع انه انا داير اتكلم في الجواسيس، لكن داير اتكلم في حاجة ثانية. لكن قصة انه في جواسيس بيسرب في جواسيس. نمشي قدام. طيب 3 اتفاقيات يا اخواننا فشلت، لكن ربنا سبحانه وتعالى موجود. واصدقاء السودان فعلا البلد دي يا اخواننا، اول حاجه خلونا نشكر في دول معينه دايرين نشكرها مهما الناس اختلفت حولها، بعيدا عن اي حاجه ثانيه. انا واحد من الناس كنت شادي اللوم كبير عليهم، لكن في رؤيه اتضحت لي وحقيقه خلونا نشكر دوله قطر حكومه وشعبا، حقيقه ما في اي كلام. شكرا تميم بن حمد، شكرا دولة قطر حكومة وشعبا، شكرا إريتريا حكومة وشعبا، شكرا المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. نحن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لما خلاص وصلت القوات المسلحة في عملية بتاعت 3 اتفاقيات نقول شكرا الأصدقاء، أصدقاء السودان. الحمد لله رب العالمين استطاعت القوات المسلحة وقيادتها إبرام صفقة ناجحة جدا جدا، وصلت طبعا الميليشيا مفتكرين دويلة الشر مفتكرة إنه هي فشلت الشغل ده كله، مفتكرة إنه الدولة السودانية دي ما عندها أصدقاء وما عندها ناس بيقيفوا أو ما عندها. والآن طبعا محتارين. لما جاتنا المعلومة دي وصلتهم إنه الدولة الحكومة السودانية أبرم الصفقات والحمد لله وصلت كل الأجهزة الدواء بالنسبة للمسيرات، محتارين كيف الشيء ده حصل. لا بيحصل. الليلة السيد القائد العام أكد تأكيد كبير، وده الخطاب اللي بخليني أنا أقول شكرا السيد القائد العام عبد الفتاح البرهان، شكرا له. الليلة السيد القائد العام يتكلم عن نماذج معينة. أول حاجة الدواء، قال لكم الدواء جبناه، أكد على إنه الدواء بتاع وما تسمعوا قال الضربات اللي قاعد تحصل، الضربات اللي مرة والضربات ده كلام، دي فرفرة مسبوح. السيد القائد العام الليلة أكد على إنه الدواء بتاع المسيرات اللي بيجيبوا المسيرات الاستراتيجية قاعد في حوزتنا الحمد لله رب العالمين وحيتركب. واحد، ركز معي كويس. الحاجة الثانية والخطيرة اللي الناس ما ركزت فيها في خطاب السيد القائد العام وفي إشارة واضحة لدويلة الشر الإمارات ولتشاد ولمنو ولافريقيا الوسطى ولأي زول أطلق مسيرة من دولته ليبيا حفتر. الكلام كان واضح من السيد القائد العام. قال شنو؟ قال إنه العدوان أو التعدي السافر على الدولة السودانية من بعض الدول المجاورة، قال نحن طيلة الفترة دي كل الأسلحة بتاعتنا اللي قاعدين نجيبها أسلحة بتاعت شنو؟ دفاع. الكلام ده خطير طبعا. اسمع الكلام، والله ده كلام البرهان. كل الأسلحة قال نحن من السودان، من القوات وجود القوات المسلحة أو كل الأسلحة بالنسبة للقوات المسلحة، حتى الأسلحة اللي بتصنعها الدفاعات الصناعات الدفاعية